ايه رأيكم بقى في الكيكة القمر دي؟ بجد عملتها وطلعت ناجحة معايا قوي بمكون واحد. خلاها بصي يعني كيكة اسفنجية، مش كيكة عادية خالص خالص. يلا مع بعض نشوفها. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة. انا مسميها بصراحة من جمالها ومن ارتفاعها ومن طراوتها زي ما انت شايفة. انا مسمياها كيكة اسفنجية. كيكة اسفنجية بمكون واحد بجد يخليها تفرق في الطعم، تفرق في الطعم. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. والمقادير معايا. طبعا احنا عملنا كيكات كتير كتير، بس ايه مفيش مانع ان احنا نتعلم طريقة تانية وتبقى ناجحة برضو بطعم تاني. مع بعض هنشوفوا ايه الكيكة الجميلة دي اللي ان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي انا معايا 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة والمطبخ، كوباية لبن، نص زيت، كوبايتين دقيق ونص، كوبايتين دقيق ونص نشا، كوباية وربع سكر، نص زيت قلتها لكم، معلقة خل كبيرة، فانيليا، بيكنج باودر. هو دي المكونات اللي عندي. بصي بمضرب هتعمليها، بمضرب سلك. بصي لو بالشوكة هتعرفي تتصرفي وهتعمليها. طبعا احنا عملنا معاكم كتير. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هجيب ال4 بيضات دول كده اهو. دي طريقه للمبتدئين، انا عارفه ان انتوا كلكم اشطر مني انا بكتير، بس احنا كلنا زي ما قلت لكم بنتعلم من بعض. اول حاجه هفضل يجي فيها جامد كده اهو بالخلاط. اي حاجه يعني، المهم صرفي نفسك، ما تقفيش بقى ايه. انا عاملاها من غير طريقه، يعني عاملاها ما يكونش اي حاجه فيها مشكله عندك. نفس الطريقه كده اهو. طبعا مش هكتر كل الحاجات دي معاكم، هضيف السكر كوبايه وربع زي ما قلت لكم، وبعدين نص كوبايه الزيت. عايزه تستبدليها بسمنه ماشي. معلقه الخل الكبيره، كله ورا بعض زي ما انت شايفه. كوبايه اللبن مش هتاخد معاكي اكتر من 5 دقايق. طبعا الدقيق ده نخلاه مره واتنين، ما تفتكريش ان انا عملته كده وخلاص، لا، نخلاه مره واتنين بس كده. هو معلقه البيكنج باودر الكبيره او الكيس كله، الكيس ده 20 جرام. اضيف عليهم نص كوبايه النشا دي اللي هتودي الكيكه في حته تانيه. وهي بصي ولا عملت اي حاجه خالص، ولا خلاط ولا مضرب. هي الشوكه بالشوكه بجد. بصي هتقلبي كلها المكونات بالشكل ده. كل انا محضره الصينيه القمر بتاعتي دي، انا بحبها، واحب كمان الكيكه لما اكون مقطعاها بحبها بيها. وهي بقى بعد ما انا عملتها بقى بالطريقه دي كده اهو، احطها في النار ونرجع مع بعض هتبقى ايه. وهي بعد ما طلعت بجد خطيرة زي ما انت شايفة. قمر ازاي. انا زي ما قلت لكم بنعمل كده حاجات كتير، بس ممكن تكون ايه حاجة، يعني ممكن تكون حاجة بسيطة خالص بس هتفرق غير المرة اللي قبلها. يعني ممكن تكون ايه حاجة غير ايه المرة اللي قبلها. فانا المرة دي بأمانة ربنا اول مرة احط نص كوباية نشا، يعني اول مره احط نص كوبايه نشا. معرفش بقى النشا اللي فرق ولا ايه اللي فرقت بالظبط. انا هقطع حته معاكم دلوقتي اطلعها لكم. هحاول بقى اطلعها لكم حته حلوه كده اهو.
الله 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 الله، شايفة بجد؟ شايفة الجمال؟ شايفة الجمال؟ بصي هشة ازاي، بصي هشة ازاي، بجد روعة روعة روعة. وطريقتها سهلة سهلة، هتنفعك مع الشاي في الفطار، هتنفعك مع كوباية الشاي في الفطار. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.